لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم طلعت عليكم فيديو جديد، هنايا بديته لكم من داري، وان شاء الله راح نكملوا لكم في دارنا مع اختي بوصفه جديده تاع حلوى ولا اروع. هذا النهار كنت نضت بكري، درت السياقة كاملة للدار، زرزقت كامل الحالة كما راكم تشوفوا، ومن بعد فحفحتها بهذا الصانيبو تاع الخزامة من نايس بليس اللي ريحة تاعو هايلة، على اساس باش تجيني اختي. قلت نقولها اروحي نطيبو في داري خير، لانه الفور تاعي احسن من الكويزينيير تاع دارنا شويه تيبس. كي قلت لها لا لا، قالت لي راجلك واش نديروا له. ما لقيت ما نقول لها، قد ما حبيت نقنعها ما حباتش تقتنع. قلت لها ماذا بيا نخدموا في دارنا، على الاقل تهنا ما نغسل المواعين وما نغسلهمش انايا. كانوا اولادها عندي يلعبوا مع احمد، قالوا لي رانا شفناك درتي في القناه واحد ساندويتش وعجبنا، ديريه لنا اليوم. هنايا كما راكم تشوفوا قطعت صدر الدجاج الى قطع صغيره، ومن بعد درت له التوابل راح نكتبهم لكم يظهروا لكم في الفيديو. هنايا استعملت هذوك التوابل اللي كنت وريته لكم في الفيديو السابق تاع توابل مغنيه، كما راكم تشوفوا مازالوا في الاكياس تاعهم، واكيد ماما دات لي اكثر من نصهم. مازال ما درتهم في العلب، لانه هذه الايامات كما قلت لكم راني رايحه جايه على دارنا. درت لها التوابل كما راكم تشوفوا، الملح، ومن بعد شويه الخل راه يعطي طراوه للدجاج، وشويه زيت، نخلط كلش مع بعضه ونديرهم يتقلاو. وصفه سهله مهله، ساندويتش هذا ساهل مهل ويجي زكي. دوك نعطيكم واحد الطريقه كيفاش يجيكم زكي. انا كانت عندي هذه الكميه فقط من صدر الدجاج، ونهارها كان الجمعة، كانوا المحلات مسكرين باش نبعثهم يشروا لي، وكان راجلي ما ماهوش خدام، على بها اختي ما جاتنيش. كما قلت راكم تشوفوا هنايا قليت الدجاج، خليته يتقلى حتى تقلى جيدا ونشف من الماء نتاعو، لازم ينشف من الماء نتاعو. دوك تشوفوا كيفاش يطلق الماء، نبقى نقلي فيه حتى يدي واحد التحميره خفيفه كما راكم تشوفوا. ومن بعد تزيدوا له اما كاس الا ربع نتاع حليب، اما كاس الا ربع نتاع كريم فريش. انا في زوج ما كانوش عندي، زدت لهم كاس الا ربع نتاع ماء سخون، وزدت له جامبو نتاع الدجاج، ومن بعد زدت الجبن كما راكم تشوفوا. مالفه هادو ساندويتش نزكيهم شويه بالمايونيز، ثاني ما كانش عندي المايونيز، لذا درت كما هكذاك باش يجيني الدجاج تاعي ما يجيش ناشف. كما راكم تشوفوا يجي ولا اروع، مانيش حابه الساندويتش تاعي يجيو ناشفين. وايضا بهذه الطريقه راح يجيكم زكي احسن من اللي يكون الدجاج وحده ناشف. كنت ايضا قليت بطاطا مقليه كما راكم تشوفوا، شويه كثرت، وهذونهم كامل المقادير. الخبز شريته برك ما خدمتوش، الدجاج ها هو هنا، والبطاطا ها هي هنا، وايضا شويه من الجبن المبشور. ومن بعد خلطت البطاطا مع الدجاج هكذاك باش نديرو خلاص، يعني تجيني العمليه سهله. كما تقدروا ديروا البطاطا وحدها وديروا فوقها هذاك الدجاج. انا نطيب قاعده نقول في قلبي حليل اللي عندهم عيال، صح هذو الوصفات كما المملحات كما لي ساندويتش كما البيتزا، قد ما درتي وقد ما كثرتي سبحان الله ما يكفوش، يجيو مربيين. وثاني يدو لكم الوقت. هنايا قد ما حاولت اني نكثر هذيك البطاطا وهكذاك وشويه. كما راكم تشوفوا حشيت الخبز تاعي، درت كميه، ومن بعد درت شويه جبن ونديرهم في البانيناس كما راكم تشوفوا. وتقدروا اذا ما عندكمش بانيناس تقدروا ديروا سلطه، يعني ديري شويه الفريت، ومن بعد ديري هذاك الدجاج، ومن بعد ديري سلطه وتجيك ساندويتش عادي. وهذه الكميه كانت خدمت لي 8، يعني 8 نصاص 4 خبزات كما راكم تشوفوا. هنايا درتهم في البانيناس، شويه هذاك الجبن يذوب، وايضا تعطي لها واحد القرمشه هايله. كما شفتوا وصفه سهله مهله، ما تديش كامل الوقت. وبهذه الطريقه كما قلت لكم ديروا طيبوا الدجاج بالطريقه اللي وريتها لكم، راح يجيكم زكي احسن من اللي طيبوه ناشف هكذاك في المقله. وهذا هو شكلهم، وصفه سهله وسريعه. كانوا داوهم وراحوا لدارنا، وهنايا كنت درت مسحه للبانياس تاعي كما راكم تشوفوا. لازم بعد كل استعمال باش تبقى لك جديده، لازم بعد كل استعمال
ثم تمسحيها. وأنا نتاعي هاذوك الكرياج كيما راكم تشوفوهم ما يطيروش، هي كاينين ياسر أنواع يطيرو تغسليهم بكل أريحية، تشليهم مليح مليح وترجعيهم. بصح أنا بما أنه ما يطيروش ما نحبش نستخدم المواد الكيميائية فيهم، يعني هذاك المنظفات اللي فيه مواد كيميائية. بما أنه إياكلين فيه مواد طبيعية قلت نجربو فيها. وهنايا شوفوا هذوك الترسبات، خصوصا أنا عجبني هذا إياكلين خصوصا في الأواني الذهبية ينحى ذوك الترسبات، حتى الإينوكس كما راكم تشوفوا يرجعوا يلمع. وأيضا عجبني في ليفوتاي في الشراب ثاني ينظف ما شاء الله، وثاني راه يرجع البريق نتاع الذهب. هذون هذا هو في واش استخدمته، وإن شاء الله كل ما نستخدمه كما قلت لكم إن شاء الله نوري لكم. بالنسبة للناس اللي شاوه وقالوا لي ورينا الاستخدامات نتاعو. وكاينين ياسر ياسر بنات سقساوني واش شكون أحسن، إذا هذه والّا الطاجين يكون دوفاس واش نشرو، يعني واش الفرق بيناتهم واش نشرو. صراحة كل وحدة والاستخدام تاعها، يعني ما عندهمش كامل مقارنة. بصح إذا ما عندكش وحابة يعني لازم تشري وحدة فيهم، ما تقدريش تشريهم في زوج، اشري طاجين. أنا الطاجين هي نستخدمه أكثر، أما هذه قليل وين نستخدمها. وأيضا كي تكونوا حابين تشرو بانيناس من الأحسن تشرو لي تفتح كاملة. هنايا أنا هاك تتفتح، يعني ما تقدروش نفتحها كشواية كبيرة. وأنا بعد ما صليت الظهر رحت مباشرة لدارنا، لقيت أختي موجدة صوالح. هنايا درنا 250 مرقرين تاع مرقرين تكون طرية، و3 ملاعق سكر ناعم لازم تصفوهم. وهنايا دارت الفانيليا، زدت عليهم 500 غرام نتاع فرينة، وأيضا نصف كيس نتاع خميرة كيميائية، وخلطت كلش مع بعضها. صدقوني يا البنات والله والله من أروع العجينات اللي ذوقتها، ذوب ذوبان في الفم، تجيكم هشيشة لدرجة ما تتصوروهاش. وطريقتها مختلفة شوية على الصابلي، بهذه الطريقة راح يجيكم القطو تاعكم هشيش ياسر. هنايا خلطت المرقرين كما راكم تشوفوا مع هذيك الفرينة، بستهم مليح، ومن بعد زدت لهم حبة بيض كاملة وصفار بيضة. هي الحبة البيض كاملة، ومن بعد أيضا زادت صفار بيض وبدات تلم فيها. إذا تلمت لكم ما تزيدوا والو، يعني إذا اكتفيتوا بهذاك البيض وكان البيض تاعكم كبير الفرينة تاعكم مش تشرب خلاص ما تزيديش. إذا حسيتيها بلي ناقصة زيدي شوية حليب. هنا زادت، هي كان ديجا موجدة الحليب، زادت 4 ملاعق نتاع حليب. بالنسبة للحليب زيدي بالملعقة وشوفي إذا ناقصة ولا لا. المهم حتى تتكون لك عجينة طرية. يعني زدت الملعقة الأولى وهذه الثانية، ومن بعد بدات تلم، ومن بعد قالت لي زيديني، راني زدت لها الثالثة، ومن بعد زدت لها الرابعة. ولموا العجينة حتى تتكون لكم عجينة طرية، تجي القوام تاعها ولا أروع. صح هايلة هذه العجينة، ننصحكم تجربوها. بعد ما كملت العجينة مباشرة أوزنوها وحضروا الحشو. دوكي شوفوا القوام تاع العجينة كيفاش تكون، هاني قربتها لكم. المهم تكون عجينة طرية، ما تكونش حاكمة روحها. شوفوا كيفاش تكون العجينة. بالنسبة للحشو للأسف المقطع راهي ما فهمتش كيفاش ما صورتش والله. المهم راح نذكره لكم وثاني راح نكتبه لكم. دارت 100 غرام تاع شوكولا بالحليب، أي شوكولا متوفرة عندكم رابعتها. وأيضا ضفت لها 200 غرام مزيج ما بين الكاوكاو وجوز الهند، ما بيناتهم كاوكاو وجوز الهند في زوج، ما بيناتهم 200 غرام. كما تقدري ديري 200 غرام كاوكاو أو تقدري ديري 200 غرام جوز الهند. من بعد لمتهم بالعسل حتى تتكون عجينة متماسكة نوعا ما تكونش جارية، باش ما تخرج لكمش من الكاطو تاعكم، تكون بهذا الشكل، تكون متماسكة نوعا ما بهذه الطريقة. من بعد وزنت العجينة 30 غرام، وأما الحشو وزناته 10 غرامات. واللي ما عندهاش الميزان دير بهذا الشكل، راني وريته لكم في ايدي عن قرب. يعني تقدري ديري عينك ميزانك. أنا أختي كانت راح دير عينها ميزانك، قلت لها لا أوزني لي، لأنه كاين ياسر المشتركات عندي يحبوا بالميزان أحسن، وصراحة أنا نحب الميزان أحسن. شوفوا اللي ما عندهاش الميزان راني وريته لكم وقربت لكم.
ومن بعد نروحو للتشكيل. هنا راني شكلت لكم أنا حبة وهي شكلت لكم حبة، ومن بعد رانا درنا واحد المعركة ما بيني أنا وياها. كي تشوفوا أنا هنايا قاعدة نقولها استعملي السلوفان باش تجيك سهلة، وهي قاعدة تقول لي لا ها ما نشتيش راهي يديرونجيني. ومن بعد حبة تفتحت قالت لي هي راهي تاعك. أنا صح كنت خدمت زوج برك، وأما الباقي هي كملتهم. هنا شوفوا هي كيفاش دارتهم صح سبحان الله، اللي تشقوا زوج حبات. هنايا قالت لكم كي ديروا الحشو لازم قرصوا جيدا من بعد الو، وهذيك اللي هذيك الفتحة اللي سكرناها لازم هي تكون من التحت ما تكونش من الفوق، هكذاك باش ما يتفتحوا لكمش. وكما قلت لكم لازم تقرصوهم جيدا باش نضمنوا انه ما يتفتحوش. وايضا شكلنا النوع الثاني درناه كويرات بنفس لا مش بنفس الميزان، العجينة 30 غرام وأما الحشو وزناته 12 غرام. وأيضا ديروها بهذه الطريقة. هنايا ثاني قالت لكم ديروا الحشوة ومن بعد ديروا شوية فوقها عجينة وأقرصوه هكذاك ما يتفتحت لكمش. وأكيد الجهة اللي تقرصوها اللي تسكروها لازم هي تكون من تحت. هنايا شوفوا الحبات كامل ما تشقوش هما. وأما هذيك الحبة قالت لي هي تاعك، قلت لها لا علاه كيف عرفتيها تاعي؟ قالت لي مبينين زوج اللي خدمتيهم. طريقة الطياب راهي جد مهمة، خصوصًا هاذو الحلويات اللي تكون محشوة وتطيب. لازم تطيب على نار ناقصة. ديروا الصينية تاعكم في الرف الوسطاني وتنقصوا أقل درجة عندكم مجرد إنه شوية يصفروا من تحت، طفوا من تحت وشعلوا من فوق، وأيضًا نقصوا هبطوا الصينية تاعكم. هكذاك بإذن الله مش رايحين يتشقوا لكم. التزيين هاذوك درتهم في الشوكولا، درت زيكزاك والكاوكاو من الجوانب، وأما هاذوك درتهم في المعجون تاع المشماش ورمدتهم في الكاوكاو، وهذا هو شكلهم النهائي. كما شفتوا وصفة سهلة مهلة تجي بنينة، الذوق تاعها جد مميز خصوصا مع هذوك الحشوة فيها شوكولا. وصراحة بانت لي هذه الحلوى تصلح للأعياد، لذا ننصحكم تخبوا هذه الوصفة على العيد. وكانت خرجت لها 32 حبة بهذا الوزن 30 غرام. دوكي نفتح لكم حبة شوفوا كيفاش تتقسم بكل سهولة، تجي شيشة لدرجة ما تتصوروهاش. وهذاك الحشو يجي أيضا أطري مش لي يجي يابس، ويجي بنين، يجي الذوق تاعو جد مميز خصوصا في هذاك الجوز الهند مع الكاوكاو. وإذا جربتوهم الأحسن تجربوا الشكل الدائري يجيكم ساهل والتشكيل تاعو سهل وما يديش الوقت أحسن من السيجار. صراحة السيجار أنا وتشقولي. إن شاء الله تكون عجبكم الفيديو. إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.